ايه سر الفرحه في الامتحانات؟ بص، هو انت عشان تبقى خارج من الامتحان فرحان كده وسعيد، هي حاجه واحده اللي ما تعملهاش، ما ترجعش. هترجع تعمل بيها ايه المراجعه دي؟ اصل المراجعه دي عامله زي الست اللي طبخها الدلع والضيوف جايين وهي عماله تصوت، ولا الطبيخ هيرجع ولا هتلحق تعمل غيره. فانت هي المراجعه عامله كده بالظبط، هتراجع هتكتشف غلطه، هتروح مش هتعرف تذاكر الماده اللي بعديها، ويلا الاتنين ضاعوا خلصوا بقى. فانت لما تلاقي شويه عيال كده خارجين من الامتحان مزقططين وفرحانين، لا ده هم مش مقفلين ولا حاجه، هو عارف انه مطاين الدنيا جوه، ده غير ان في اسئله ما شافهاش اساسا، بس هو فرحان جدا بسبب اللي هو لسه ما رجعش. عارف لو رجع، والله انا كنت بشوف مجموعات تبقى خارجه كده من الامتحان، يعني من زقطتها وفرحتها في الامتحان ده بيتنططوا كده، هم يتلموا على بعض بس 5 دقايق مراجعه تلاقيهم كلهم بيعيطوا، تبقى بتبص لهم، طب اما انتوا كلكم بتعيطوا مين فيكم بقى اللي حل صح؟ مين اللي عيط الباقيين؟ ما تبقاش فاهم، هل هم اكتشفوا انه بيمتحنوا امتحان تاني ولا ايه اللي حصل؟ ما تبقاش عارف. مراجعه تشيل. بس ساعات موضوع المراجعه ده بيبقى خارج عن ايديك شويه، تبقى رايح تقف كده مع اصحابك، بصوا يا جدعان احنا مش هنراجع، انا مزاجي معدول ومش عايز يتعكنن، تلاقي واحد فيهم كلب كده فزلوك يقول لك طبعا 5 دقايق، تلاقيه بيقول لك ده انا دخلت بقى لقيت المساله دي، بعدين ايه قعدت افكر وبعدين راحت الاجابه طالعه معايا كده. ايوه انا هو انت كده بقى ما رجعتش، ايوه انا ما عرفتكش، انا كده عبيط يالا ولا ايه؟ ويا عيني هو يقول الاجابه من هنا تلاقي اندهاشه كده رهيبه، اجابات تانية طالعه من هنا وهنا وهنا، وتلاقيكوا رجعتوا الامتحان غصب عنكم كله بسبب الكلب ده. ولا صاحبكم التاني اللي في الشله من اول ما جه من البيت الصبح، انا يا جدعان مش مذاكر حاجه، انا هسقط، ومن ساعه ما خرج من الامتحان انا ما حليتش حاجه، انا سايب الورقه فاضيه. ايوه بقى امتياز ولا جيد جدا؟ عيل غريب. وبعدين انا مش عارف انتوا مستعجلين هم على ايه؟ ما انت شويه وهتروح البيت، اول ما تخش من الباب هتلاقي مامتك ها الامتحان كان سهل؟ ايوه يا ماما كان سهل. لا بس انا حاساك مش مبسوط والله، وانت الضحك اصلا واصله لقفاك، مفيش، انت ما عندكش احساس اصلا جبله. لا يا ماما انا مبسوط، هي عارفه ان انت عملت مصيبه في الامتحان. طب وريني الورقه. مش عارف بقى هتبقى بتعمل ايه بالورقه دي. خد يا ماما سلحت العمود ب 20 سيخ، احط لهم شويه زلط، مبقاش فاهم عايزين يعملوا ايه بالورقه. وبعدين والنبي مش لازم تتسحب من لسانك اما مامتك تقول لك عملت ايه في الامتحان، يعني لازم تقول لها ان انت ما شفتش المساله دي ولا دي حالتها غلط، هي انت بتقول لها كده بتلاقيها ايه كشرت ونامت سطيحه، تحس ان في حد ما قتلها، ما تبقاش فاهم في ايه، هم اوفر كده، تحس ان الدنيا ضاعت كده منهم. إيه ليه؟ فيها حاجه لو قلت لها قفلت او حليت كويس انت هتموت عادي، هتخش تذاكر الماده الثانيه وهي مش هتتكلم، هي مش هتبقى مصدقاك بس مش هتعرف تتكلم ساعتها، اما النتيجه تطلع نبقى نشوف هنتصرف ازاي. الناس دي نتبهدل كلنا والله. وبس كده انا خلصت. متنسوش بقى تعملوا شير للفيديو ده زي الفيديوهات اللي فاتت، وشكرا لكم جدا. كان معاكم محمد احمد، سلام.